ما ينفعش حد يديك فلوس هو مش مستني منك حاجه في المقابل. لو حد اداك فلوس انت اول حاجه هتقولها له انت محتاج مني ايه. هي دي الحياه، هي ترانزاكشن. فهو دلوقتي لو انت عايز تاخد فلوس من الناس عشان انت عايز تعمل فلوس، انت هتديهم ايه؟ اول فاليو قلناه هي البرودكت. تاني فاليو بقى هي مهاره، سكيل. ما هي المهارات؟ الحاجه المشهوره جدا اللي بنعمله في الفريلانسنج وهو الجرافيك ديزاين، فيديو اديتنج، كوبي رايتنج، برمجه، مش عارف ايه، اللي هي الحاجات البديهيه اللي احنا عارفينها. الكلمه سكيل او سيرفيس دي واسعه قوي، يعني احنا ممكن نوسعها قوي لدرجه ان يا باشا انا بعرف اسوق كويس وانا عندي عربيه ربع نقل، فانا بنزل والناس تقول لي تعالى انا عايزك توصل حاجه. ما تقفلش الخدمات على ان انا والله فتحت يوتيوب شفت ايه احسن 10 سكيلز في الفريلانسنج في 2025، هي دي المهارات والدنيا زحمه وخلاص. لا، في ناس بتعرف تطبخ حلو قوي، ما هي دي سيرفيس. في ابلكيشن بريدفاست على الموبايل بقى دلوقتي عنده اوبشن ان انت تطلب شيف يجي لك البيت ويطبخ لك في البيت. ده سيرفيس، الشيف ده بيقدم خدمه. يعني هو بريدفاست بس بقى هو الايه البلاتفورم او الوسيط بينك وبين الشيف ده، بس هو الشيف بيقدم الخدمه دي وبيعرف يطبخ فبينزل يطبخ لك. دي حاجه عبقريه، يعني هو بيقدم الخدمه بالستايل ده، طريقه مختلفه ولكن هي سيرفيس. اللي عايز اوصله لك ان فكره السكيلز والسيرفيس هي بجد ما بيخلصوش.